مرحبا بكم في نطيب عندك ومرحبا بكم في كوزينة لو سور. اليوم انا وياكم غنشوفوا واحد الشهيوه كيبغيها الكبير والصغير، واللي هي لسان الطير بالطريقه ديال الريزوتو. كيجي بنين ومعلب وساهل في التحضير. اول حاجه غنحتاجوا مقله وغادي ندير فيها الزيت لو سور. كندير بصله مشلده في المقله، شويه ديال الثومه، نخلي هاد البصيله كتشحر غير واحد شويه. غادي نضيف دابا طريفات ديال صدر ديال الدجاج. واللي زوين في هاد الوصفه هادي هو كلشي كيطيب في مقله وحده بلا روينه بلا تماره. بالنسبه للعطريه غنحتاج شويه ديال الملحه، الابزار، شويه ديال العطريه ديال الكوري، غادي نضيف شويه ديال الشامبينيون طري، غندير شويه ديال الطوماط سوريز، وكنضيف شويه ديال لا دان فومي. طبيعه الحال كتبقى اختياريه. ودابا غادي ندير القياس ديال لسان الطير، كنحاول حتى هو كنشحرو. غادي نمرق بالماء يكون سخون، الماء الكافي اللي غيطيب ليا فيه لسان الطير. وملي كنحس بالمكونات طابت عندي، دابا غادي نضيف واحد الكميه ديال لي زيبينار. ودابا غادي ندير كريمه ديال الطبخ وغادي نعلكها بالفرماج. صافي غادي نخليها تغلي واحد شويه وندوزو نشوفوا الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال لسان الطير اللي طيبتوه على الطريقه ديال الريزوتو. كنتمنى حتى نتوما تجربوه، الوليدات راه غيحماقوا عليه. كندخلوا نطيبوه في الكوزينه بفرمشه عين بلا روينه بلا تمره. جربوا هذه الوصفه هذه باش حتى نتوما توليو تعطيو لكل قيمه قيمه. لو سور باش كل قيمة نعطيوها قيمة.